لو لسه بتتعلم افتر افكتس وعايز تعرف ازاي تحط التكست على الفيديو بتاعك، تعال نشوف هنعمل ده ازاي. اول حاجه ازاي اكتب التكست. بكتب التكست عن طريق الاداه دي، عن طريق ان انا ادوس عليها، او الشورت كات بتاعها هو كنترول تي. بدوس كنترول تي وابدا ان انا اضغط ضغطه واحده في اي مكان فاضي، واضغط ضغطه وابدا ان انا اكتب التكست اللي انا عايزه، وادوس انتر لو عايز انزل زي اي تكست في الدنيا. طيب بعد ما انا كتبت مثلا زياد، وعايز ان انا احتفظ بالتكست بتاعي، هدوس على اللاير بتاع زياد، يبقى انا كده اكدت اللاير بتاعي. طيب لو انا بكتب وما عجبنيش الكلام اعمل ايه؟ ادوس اسكيب هيلغي لي اللي انا عملته. طيب لو انا بكتب وما عجبنيش الفونت بتاعي ده، اقدر اغيره ازاي؟ بمنتهى السهوله، في ويندوز اسمها كاركتر، لو ما لقيتوهاش ممكن من ويندوز تنزلوا على كاركتر، هتلاقوها في السي اهي، الشورت كات بتاعها كنترول زائد 6، هتدوسوا عليها، هي دي كاركتر دي تفتحوها، هيبقى في عندكم هنا الفونت بتاعتكم، تقدروا تختاروا اي فونت من الفونتس دي. انا بدوس على الاسهم، يعني هنا بدوس على الاسهم بيغير لي الفونت، يبدا ان هو يغير لك اي حاجه انت عايزها. كل دي فونتس انا منزلها او هي موجوده عندك ايا كان. انا مثلا عجبني الفونت ده، خلاص ده بقى الفونت بتاعي. البانل اللي تحتيها بيختار الوزن بتاع الفونت، يعني هنا مثلا ده هو هنا مش معلش، هو هنا الفونت ده مفهوش، نختار الفونت ده فيه، ابدا برضو ده مفهوش، لا هو موجود فيه. يعني بصوا هنا اللي هو اسم الفونت نوتو سانس، تحتيه ريجولار وايتاليك وبولد ايتاليك، تبدا ان انت تغير. ممكن برضو تغيره من، المفروض يتغير من هنا برضو اهو ايتاليك او بولد ايا كان، تغيره من فوق او من تحت. ده بالنسبه للفونت. طيب لو انت في فونت معين عايز تختاره، انت عارف اسمه، فانت تقدر تضغط على الكلمه هنا وتبدا ان انت تكتب بنفسك. انا مثلا هكتب مثلا نو فيروس اللي انا لسه مختاره ده، وهبدا ان انا اختاره يا اما بالماوس يا اما ادوس انتر. هختاره، ده مش هيتغير ليه؟ عشان انا ما كنتش عامل سيلكت للتكست بتاعي، فاعمل له سيلكت وبعد كده اختار هنا واكتب نو فيروس اهو، هيغير لي شكل الفونت بتاعي. كده انا غيرت الفونت. عايز اغير الحجم، من الويندو اللي تحتها دي اقدر اغير الحجم، او اختار الدروب منيو دي واغير من الحاجات الموجوده، بس في الغالب انا بغير من هنا على طول. ببدا ان انا ادوس واشد يمين او شمال، يمين بيزود وشمال بينقص، او ان انا لو في برضو رقم معين في دماغي ممكن ادوس واكتب مثلا 400 وادوس انتر. طيب اللي جنبها دي ايه؟ اللي جنبها دي لو انا عندي كذا سطر، انا مثلا عندي موشن جرافيك، اقدر ان انا اغير المسافه اللي ما بين السطر ده والسطر ده. لو انا حاسس ان هما لازقين في بعض شويه، اقدر ان انا ازود الرقم ده. الطبيعي بتاعها ان هو معمول اوتوماتيك، يعني في هنا اوتوماتيك، لكن بص انا مثلا مش عاجبني الاوتوماتيك، مخليها بعيد عن بعض قوي، انا عايز اقللها، فممكن اجي هنا وبرضو الشمال او يمين يغير لي القيمه بتاعتها. ونفس الكلام لو عايز ادوس واكتب الرقم، انا من حقي اعمل كده، بس انا هعملها بالسلايدر كده واتحكم فيها كده. طيب وده ايه؟ ده بيتحكم ما بين الحروف وبعضها، يعني لو زودت الرقم بصوا بيزود المسافة وبينقصها ما بين الحروف نفسها. القيمة الطبيعية بتاعتها بتبقى 0، يعني ده القيمة الأساسية بتاعتها. كده هو بيزود عن الطبيعي وكده بيقلل عن الطبيعي. طيب انا لو انا عايز مثلا ازود هنا بس وما ازودش هنا، اقدر اعمل دبل كليك على الكلمة اللي انا عايزها وابدأ ان انا ازود، في يعني يأثر هنا وما يأثرش هنا، او حتى ما بين الكام حرف دول، او حرفين جنب بعض بس، يعني ممكن دول بس، اقدر اتحكم زي ما انا عايز. وهكذا وهكذا برضو دي، يعني برضو ممكن مثلا لو عندي اكتر من سطر مثلا، فممكن اخلي مثلا، عشان هصغر شوية، هصغر اللاير بتاع التكست وابدا ان انا يعني لو كنترول تي، وابدا ان انا اختار الجزء. انا مثلا عايز ما بين السطرين دول يزيد شويه، انا بدوس دبل كليك على الكلمه وادوس شيفت
واروح دايس على اخر السطر اللي تحته، فيختار لي السطرين دول، وابدا ان انا ممكن ازود القيمه. بصوا مش بيأثر على اللي تحته. لو عايزه اخليها كلها قيمه واحده، هدوس كنترول A عشان يعمل سيلكت اول، وابدا ان انا اغير القيمه بتاعتي. فاللي قصدي عليه ان هو تقدر تتحكم في اي جزء انت عايزه، يعني لو عايز تغير في جزء معين تقدر تعمل ده بسهوله. ماشي، انا عجبني دلوقتي الفونت ده، بس انا مش عاجبني اللون بتاعه، عايزه يبقى الوان. فهبدا ان انا اجي هنا في المربع ده بتاع الالوان، هبدا اختار اللون اللي فوق ده، او اللون اللي على اللي فوق على الشمال ده بتاع الفل. هدوس عليه، هيجيب لي السلايدر بتاع الالوان، وابدا ان انا اغير اللون اللي انا عايزه بمنتهى السهوله. بصوا برضو عشان نشوف اهو، بختار اللون اللي انا عايزه. انا مثلا عايزه يبقى مثلا اللون ده بس مزرق، فهغير من السلايدر هنا بتاع الهيو نفسه، وده بتاع درجه اللون، وهدوس اوكي. كده غيرت الفونت اللي كده، غيرت اللون. طب والمربع اللي تحتيه ده ايه؟ المربع اللي تحته ده بتاع الستروك، واحنا عرفنا يعني ايه ستروك المره اللي فاتت، يعني الاوتلاين بتاع الكلمه. اي حاجه ليها بوردر لاين يبقى اسمها ستروك. فانا اقدر ان انا اخليها ليها لون، اخليه مثلا احمر. طيب انا مثلا مش عاجبني الستروك ده، عايزه يبقى ايه؟ لا بلاش احمر عشان اللون وحش قوي، خلينا مثلا اللون ده ماشي، اللون ده تمام، هو مش باين قوي فخليه اسود عشان يبان. طيب انا عايزه يبقى اكبر شويه او اصغر شويه، اتحكم فيه ازاي؟ الجزء اللي تحت ده بتاع الحجم بتاع الستروك، هو دلوقتي 7 بكسل، برضو اقدر ادوس واغير، هيكبر لي ويصغر لي الستروك. لو كده هو 0 فهو كده مش موجود، او ان انا اكبره قوي فكده يغطي على الكلمه نفسها. طب لو انا مش عايزه يغطي على الكلمه، اقدر اتحكم هنا من الاوبشنز دي ان هو ما يغطيش على الكلمه. هو دلوقتي الستروك فوق الفل، الستروك اللي هو الاوتلاين مغطي، يعني هو لاير فوق الفل. انا ممكن اخلي الفل هو اللي فوقيه والستروك تحتيه، فلما يزيد يفضل الفل زي ما هو. ده هعمله من ان انا اختار اهو. بصوا الفل بقى لفوق، مهما زودت من الستروك الفل هو الستروك بقى فوقيه. طيب ايه الاوبشنز التانية؟ ان انا دلوقتي مش عايز يبقى كل حرف لوحده، انا عايز يبقى كل الفلات لفوق وكل الستروكات تحت، فاقدر اغيرها من هنا، فيبقى ده الشكل اللي عندي، الكلمه مكتوبه الستروك بس حاجه حواليها. هو اكيد واضح من فرق الشكل، يعني بصوا اهو، بصوا فرق الشكل هنا، ايه ده سوري، هنا بصوا كل حرف لوحده متقسمه، لكن هنا الكلمه كلها باينه. طب وهنا العكس، ان الفلات كلها فوق يعني زي اول واحده تقريبا، يعني زي دي. فاحنا بنستخدم يعني على حسب انتوا عايزين الشكل عامل ازاي، وبتتحكموا فيه زي ما انتوا عايزين. طب لو انتوا مش عايزين ستروك خالص، يا اما هتنقصوا الستروك لحد 0، او الطريقه الصح اكتر ان انتوا تدوسوا على نو ستروك دي فيقفلها لكم. ولو عايزين تشيلوا الفل، ممكن برضو تختاروا الفل تخلوه هو اللي فوق، وبعدين تدوسوا على العلامه دي برضو، كده هيلغيلكوا الفل ويعمل لكم ستروك. كده في ستروك 15 وفي مفيش فل خالص. المربع الابيض اللي فيه خط احمر ده اسمه، يعني ده كده يعني مفيش، سواء ستروك او فل. طيب لو انا عندي مثلا عايز اختار لون معين، انا مثلا عاجبني اللون بتاع اللوجو بتاعي وعايز اخد منه، اخلي موشن دي تتكتب باللون الكحلي ده، هعملها ازاي؟ اقدر ان في اداة اسمها اي دروبر، دي بتاخد اللون واجي على اي صورة او على اي حاجة اخد اللون بتاعي. كده غيرت اللون، ادوس عليها تاني اختار اللون ده، بيتغير على طول باي لون. وبرده موضوع التحديد برده موجود هنا، ان انا لو عايز مثلا اخلي لون معين لون مختلف، عايز مثلا اخلي ده لون كده، اقدر ان انا يعني اغير كل لون، كل حرف لوحده بمنتهى السهولة، او اكتر من حرف مفيش اي مشكلة. ده موجود معايا. طيب ده في حالة ان انا بكتب كلمة او كلمتين او سطر وسطرين. طب لو انا عندي باراجراف طويل وعايز اكتبه، اعمل ايه؟ ببدأ ان انا برضو اجيب اداة التكست، وابدأ ان انا ادوس واشد، اعمل مربع، وبعدين احط الباراجراف بتاعي. انا مثلا واخد كوبي باراجراف كوبي، هدوس كنترول في
هيبدأ ان هو يكتبهولي في نطاق المربع ده. انا دلوقتي اخترت الموف تول، فدلوقتي بقى حاططها لي كأنها لاير. لكن لو عايز اتحكم في المربع تاني ادوس كنترول تي تاني وابدأ ان انا اختار التكست، فهيجيب لي الايه ابعاد المربع ده. لو كبرت المربع الكلام هيتفرد جوه المربع، لو صغرته هيصغر، وهكذا. دلوقتي بقى معايا باراجراف قادر اتحكم في ايه في ابعاده. طيب عشان اظبط الباراجراف ده، هل في حاجات ممكن اظبطها بيه؟ في ويندو برضو زي كاركتر اسمها باراجراف، هبدأ ان انا اختارها، وفيها ادوات تساعدني ان انا ايه اظبط الباراجراف. عامة الحاجات دي موجودة في اي برنامج، يعني موجودة في الوورد، موجودة في فوتوشوب، الستريتور، اي برنامج فيه جرافيك او كده بيبقى فيه الحاجات دي. طب الديفولت بتاعها بيبقى هو ان هو بيعمل له الاين يعني اصطفاف ان الكلام بيبدأ من فين. الكلام هنا بيبدأ من الشمال، لو عايز اعمل له الاين في النص فاختار تاني واحدة. لو عايز اعمل الاين يمين، يبقى لو انا بكتب مثلا عربي او حاجة، او بكتب انجليش بس بعمل ديزاين معين. طيب اللي بعدهم دول ايه؟ حاجة اسمها جاستيفاي ده ان هو الكلام يبدأ وينتهي جوه المربع، يعني المربع التكست يعمل شكل مربع. هوريلكوا شكله عامل ازاي. بصوا كده، هو عمل لي ظبط لي الشكل كأنه مربع، بيعمل جاستيفاينج للايه للابعاد، فيبان الشكل مهندم اكتر. بنصحكم عامه تستخدموا جاستيفاي لو انتوا عاملين باراجراف طويل، فبيبقى شكله مظبوط لو عامل لهم جاستيفاي. واخر سطر لو هو مش مكمل للاخر، الاختيار ده بيخليها ان هو يبقى على الشمال، الاختيار ده بيخلي اخر سطر يبقى في النص، تالت اختيار بيخليها على اليمين، وده بيخليه يبقى كل الكلمة قافلة مربع. ففي الغالب بختار اللي هو الجاستيفاي ليفت لو بكتب انجلش، وجاستيفاي رايت لو بكتب عربي. حاجة اخيرة، لو انت بتكتب عربي وعندك كلام انجلش وسط العربي ومش ظابط معاك، هتختار الاختيار ده انك تخلي اتجاه الكلام يبقى من اليمين. ده هيظبط لك ترتيب الكلام، لو في عربي وانجليزي هيظبطه لك زي الطبيعي. خلي بالك وانت شغال لو اخترت بالغلط الاداة دي اللي هي vertical type tool، تحولها تاني للhorizontal type tool، لان الفيرتيكال دي بتكتب بشكل مش يعني بتكتب يعني بتخلي الكلام مش مظبوط معوج. فبالتالي لو انت دوست كنترول تي مرتين هيجيبها لك. فبالتالي وانت بتختار تخلي بالك انت بتختار انهي اداة. كده احنا تقريبا عرفنا كل حاجة عن التكست. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وتستنانا الدرس الجاي.